حقق المنتخب المغربي اليوم فوز كبير على منتخب مدغشقر بأربعة أهداف دون رد في مباراة ودية تدخل ضمن استعدادات الأسود الأطلسي كأس العالم. بالنسبة للنتيجة فهي مريحة وأداء جيد في فترات كثيرة من المباراة، لكن رغم الانتصار تبقى هناك نقاط إيجابية وأخرى تحتاج إلى تحسن قبل الموعد العالمي. نبدأ بالإيجابيات. بالنسبة للإيجابيات فبالنسبة للفعالية الهجومية فراه كانت حاضرة بقوة، حيث تمكن المنتخب الوطني المغربي من تسجيل أربعة أهداف وخلق العديد من الفرص، وهذا الأمر فهو جيد إيجابي لإعطاء الثقة الكبيرة للمهاجمين، وخصوصا في المباريات اللي كنشاهدوا فيها المنتخب الوطني المغربي. فبالنسبة للفرص فما كيترجمهاش الأهداف، ولكن في هذه المباراة فهو استطاع تسجيل أربعة أهداف، وهذا الشيء إيجابي. بالنسبة للانضباط الدفاعي فالمنتخب خرج بنظافة الشباك ولم يمنح المنافس فرصا كثيرة. وفي هذا الأداء راه هادشي كيبين بأن هناك مؤشر إيجابي على تماسك الخط الخلفي. بالنسبة للروح الجماعية والضغط العالي، حيث ظهر اللاعبون بحماس كبير ورغبة في استرجاع الكرة بسرعة، وهذا الأسلوب الذي نهجه المدرب وهبي اليوم فهو اللي استطاع أنه يخلق الفارق، وخصوصا في إن شاء الله في كأس العالم غادي نشوفوا كذلك مباريات قوية. بالنسبة للبدلاء فاليوم قدموا الإضافة اللي عندهم، فبعد دخولهم فراه منحوا الثقة للزملاء ديالهم وخلقوا كذلك فرص متعددة. الان غادي نمروا بالنسبه للسلبيات اللي كاينين في هذه المباراه. فرغم الفوز العريض فبزاف ديال الناس لاحظوا انه هناك وجود تسرع في اللمسه الاخيره، وهناك اضاعه الفرص السهله التي كانت يمكن ان تكون الحصيله التهديفيه اكثر. كما أن مستوى المنافس صراحة لا يمكن مقارنته بالمنتخبات الكبرى. فمدغشقر فمنتخب يمكن أن نقول له أنه ضعيف. فالمنتخبات إن شاء الله اللي غيلعب مع المنتخب في كأس العالم فالبرازيل وهايتي. فبالنسبة لهذه المنتخبات فراه هذه المنتخبات راه كبيرة، لذلك لا يجب المبالغة في تقييم الأداء ديال اليوم بناء على هذه المباراة فقط. من بين النقاط كذلك اللي أثارت الجدل في هذه المباراة أيضا بعض الاختيارات المدرب والتغييرات التي قام بها خلال اللقاء، خاصة فيما يتعلق بإشراك لاعبين وإخراجهم فقط في ببضع دقائق قليلة. فمثلا معمر دخل وما لعبش حتى 20 دقيقة، وهو أصلا ما موجود في اللائحة ديال وهبي اللي غتلعب إن شاء الله في كأس العالم. على العموم بالنسبة لفوز المنتخب المغربي برباعية نظيفة فهذا الشيء كيخلق كيمنح الثقة ويؤكد أن المنتخب المغربي كيسير في الاتجاه الصحيح، لكن لا تزال هناك بعض التفاصيل تحتاج إلى العمل والتطوير قبل دخول غمار كأس العالم، حيث ستكون المباريات أصعب بكثير من مباراة اليوم. دابا الدور عليكم أخوتي أخواتاتي اللي كتشاهدوا هذا الفيديو، واش المنتخب المغربي جاهز للمونديال بعد هذا الفوز؟ ومن هو أفضل لاعب في المباراة بالنسبة لكم أخوتي أخواتاتي؟